طالما لم أصل إلى مستوى 27338 دولار ليس هناك بحث عن الصعود، لن أستطيع البحث عن الصعود نهائيا. فبالتالي لماذا تبحثون عن الصعود من هذه المنطقة الشراء؟ تلاعبات، هذه تلاعبات. أنا حددت منطقتي، لا يمكنني البحث عن الشراء، وقلتها مرات ومرات إلا بعد أن يصعد السعر إلى هذه المنطقة ويصحح لكي أبحث عن الشراء في حالة ما إذا كان هذا رانين فلات، إذا كان هذا رانين فلات ويريد الصعود لمرة أخيرة. فبالتالي لا زلت لم أصل إلى تلك المنطقة إذا ليس هناك شراء، بكل بساطة ليس هناك شراء. طيب هل ممكن البيتكوين أن ينزل من هذه المنطقة ويكسر القاع ثم بعد ذلك يعود؟ نعم، نعم ممكن. لماذا؟ لأنه هذه الموجة ستكون على شكل WXYXZ، وبعد الزد قد يكون هناك انعكاس في الاتجاه أو تصحيح أكبر من هذا ومن هذا. الفرصة الممتازة هي هنا في هذا التلاعب، بريك إيفن الآن منطقة الدخول. نزل، قد ينزل ويعطينا هذا النموذج رانين ثم ينزل. إذا حدث هذا الأمر يمكن استغلاله. يعني لاحظوا معي هنا البيتكوين عندي هذا النموذج تصحيح هنا، وهذه حركة قوية. إذا نزل البيتكوين هكذا واستمر في النزول وابتعد وعاد وأعطاني هذا النموذج، هذه ستكون فرصة جميلة لك أنت الذي ضيعت الفرصة الأولى. هنا إذا عندك استراتيجيات للبحث عن النزول مع كسر القاع تحويل وقت الخسارة إلى بريك إيفن. عندما أقول القاع يعني مستوى 26537 دولار، تحويل وقت الخسارة إلى بريك إيفن. لماذا؟ لأنه هذه الموجة ستكون على شكل WXYXZ، وكما قلنا عند الزد قد نحصل على هذا التصحيح هنا، لأنه كذلك الموجة الكبيرة هي على شكل WXY، كذلك هذه الموجة WXY وممكن تعطينا XZ. إذا لاحظوا معي البنية الموجة الكبيرة هي على شكل WXY، عندما تكتمل الواي قد نحصل على XZ. ممكن أوكي. كذلك إذا كان هذه البنية على شكل WXY والواي كذلك على شكل WXYXZ ولازلنا في هذا الرنين، أي موجة دافعة تصحيح هي للشراء لكسر القمة، لا مشكلة في ذلك. إذا لازلنا في مناطق تلاعبات، لازلنا في مناطق مهمة. فبالتالي دائما نحن في تحليل الموجة وبريس أكشن نبحث عن البيع في المناطق التي سيبحث فيها الآخرون عن الشراء. هذه منطقة دعم ومقاومة، لاحظوا ما يقول نحن لا نتداول الدعم والمقاومة، لكن هذه منطقة دعم ومقاومة. عندما يتم البدء بالكسر بقوة الكل سيبدأ بالبحث عن الشراء هنا، نحن نبحث عن البيع هنا، نحن نتداول مع 5% الرابحين ولا نتداول مع 95% الخاسرين. فبالتالي الكل يبحث عن الشراء، أنا سأبحث عن البيع، ليس ضدا فيهم لا، ولكن لأننا نفهم كيف يسير أو كيف تسير هذه العملات، كيف يتم التلاعب بكم، نعرف مكان التلاعبات، مناطق التلاعبات، نعرف كيف يتم التلاعب بكم. أوكي، نعرف كيف يتم التلاعب بكم. إذا الآن إذا كان هذا هو التصحيح سينزل البيتكوين لكسر القاع، سينزل البيتكوين لكسر القاع. إذا كان هذا هو التصحيح فقط، كيف سينزل؟ هل سينزل برانين هكذا وينزل، أو سينزل هكذا مباشرة، أو سيكون هذا كونتراكتين؟ ممكن كذلك. لذلك أفضل منطقة كانت هنا البيع. طيب هل ممكن البيتكوين يصعد بقوة الآن ويكسر هذه المنطقة؟ نعم، إذا صعد بقوة، أكرر، إذا صعد بقوة وصحح سأبحث عن الشراء. إذا صعد بقوة وصحح سأبحث عن الشراء إلى أين؟ إلى كسر هذه القمة مباشرة، ثم إلى 31,000 دولار، ثم إلى 40,000 دولار إذا أتيحت لي فرصة. لكن لحد الساعة بنية هبوطية، هذا تصحيح للنزول صراحة لحد الساعة. وهذا ما قلنا بعد كسر الترند لاين، إذا كان هذا ريجو، إذا كان هذا كونتراكتين، لأنه هذا نموذج تصحيحي كونتراكتين، وهو تصحيح صراحة تصحيح واضح، قد ينزل البيتكوين لكسر القاع، لأنه منذ مدة ونحن نقول هذا تصحيح صغير قد يتحول إلى هذا التصحيح وينزل بيتكوين مرة أخيرة وتصبح هذه الموجة على شكل ABC للصعود لتقفيل هذه الموجة هنا. ولحد الساعة الأمور ماشية بالملي، يعني ماشية
كما توقعنا. بعد أن تم كسر هذه القمة قلنا أوكي انتبهوا سيتم تقفيل هذه الموجة، وحاولنا هنا وحققنا أرباح، ولكن اتضح لنا أن هذا تصحيح ليس بموجة قوية، فبالتالي يمكن اعتبارها تقفيل. وبعد كسر القمة قلنا انتبهوا هذا سيعود سينزل، وبالفعل نزل لأنه تقفيل. والآن قلت لكم انتبهوا هذا تصحيح صغير قد يعود لكسر القاع، قد يعود، لست متأكدا ولكن قد يعود، لأنه هذا تصحيح صغير مقارنة مع هذه الموجة. إذا عاد وكسر القاع هذا لا يعني انهيار البيتكوين. بعد الكسر يجب أن ننتظر ردة الفعل، إما تصحيح آخر كبير أو انعكاس في الاتجاه، فبالتالي سننتظر ردة الفعل هنا للبحث عن الشراء، ربما لكسر القاع، أو للبحث عن البيع لكسر القمة، أو البحث عن البيع لكسر هذا القاع مستوى 15,000 دولار. لكن الآن على المدى القصير هذه بنية تصحيحية، هل ممكن ينزل ويعود بيصحح ويعطيك تلاعب هنا؟ نعم. لذلك قلت أفضل منطقة هي هذه القمة، ومع كسر القاع وتحويل وقت قصير إلى بريك إيفن، وكذلك مع كسر القاع نشوف ما الذي سيحدث، هل سيزيد في الزخم ولا لا. إذا زاد فسيكسر القاع، وإلا قد يكسر ويعود بموجة دافع تصحيح، وسنبحث عن الشراء لكسر هذه القمة، ونحن نعرف أنه أوكي رانين لازلنا في الران، أوكي. إذا انتبهوا لازلنا في منطقة التلاعبات، دائما منطقة ترند لاين هي منطقة تلاعبات، لكنه كلما صحح هنا سيكون هذا جيد، وأتمنى أن يصحح أكثر سيكون جيد للنزول. كان هذا هو تحليل اليوم للبيتكوين.